السلام عليكم. معاكم يوسف وحش رينو. تمام. دي عربيه لوجان الشكل القديم. كانت بتسخن مع صاحبها وبتجيب معاه غليان جامد جدا في الميه، واحنا فكينا وش السلندر طبعا. طبعا هو كان مغير شمبة ميه جديده ومغير قطعه ميه وخرطوم ميه وريتين، فبرضه ما زال المشكله نفس المشكله. بتنفر معاه ميه جامد قوي في قربة الميه. تمام. واحنا طبعا فكينا وش السلندر. لقينا طبعا الجوان هو صاحب الشريعه. شيل يا حاج الخوص دي، صاحب الشريعه. تمام. طبعا بص طبعا الجوان عامل ازاي. الجوان طبعا ضايع خالص، دايب تماما. ماشي. ده كله بسبب الميه العاديه. يا ريت محدش يحط ميه عاديه، يا ريت ميه حمراء ميه خضراء يبقى افضل او احسن، عشان في برومه جامده في الوش نفسه وفي الجوان. طبعا دي البلوكه. ماشي. الوش بتاعنا اهو. ماشي. طبعا المجرى دي كلها متاكله اهي. تمام. داخله على وش السلندر. تمام. ودي كمان متاكله اهي، داخله على وش السلندر، داخله على البس مقاسها. تمام. معانا برضو دي متاكله، ده كله متاكل. انا عايزكم تشوفوا الوش ده عامل ازاي دلوقتي. بص دي برضو. تمام. دي السبب المشكله كلها، يعني الحته دي بالذات دي بالاخص نفس المشكله. هو كان عنده في غليان وفي نفخ، فالكبس البستم بيطلع في الميه هنا، فالكبس ده ناتج عنه ان هنا في برومه. هو راجل شايل عربيه طبعا ما يعرفش اي حاجه. خليكم فاكرين شكل الوش عامل ازاي. برومه، ده كله برومه اهو. دي كلها برومه يعني مليان برومه كتير اهو. تمام. ده كله برومه اهو. فكل البرومه دي بتعمل معاها سخونيه. طبعا احنا هننضف وهنلحم وهنعمل جرد صباب ورديه وفريزه وهنقفل مع بعض وربنا يسهل.